بصوا يا حبايب قلبي، احنا عملنا طبق الباميه، تيجي نعمل بقى حاجه حلوه جنبها. كان عندي كده حته كنافه قد نص كيلو، حمرتها بحته سمنه كده اهي، وحطيت لها معلقه سكر، واعملها في الطاسه دي. انا حمرتها في الطاسه دي، يعني هتلاقوا مكان الكنافه في الطاسه دي. حطيت لها حته سمنه، هننزل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. اهي كده، بصوا كده. انا هعملها في الطاسه دي ليه؟ عشان هعملها على البوتاجاز زي ايام زمان كده، وبعدين نرجع نقلبها لانها حته صغيره مش مستاهله ان انا ادخلها الفرن. زمان كنت بعمل كده، واهالينا بيعملوا كده على البوتاجاز. دي مهلبيه، حبه لبن كانوا عندي، كيس فانيليا، هننزل بقى كده. معلش انا بصور بايد وماسكه بايد. احط الجزء التاني بقى وارجع لكم. فردناها اهي مهلبيه. عندي حبه جوز هند اهم، احطهم بقى كده عليها. الكنافه يعني سمنه، يعني تشبعوها سمنه. بصوا اكمل وارجع لكم تاني. بصوا قلبتها، حطيت لها طبق وقلبتها، طالعه زي الفل اهي، عسل. هننزل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على النبي. عسل عسل عسل، والله ما خدتش مني حاجه، وهنا واقفه كده على البوتاجاز بس سله كده. الله، الكنافه طفيت عليها وخلصت. الله على الجميل، ريحتها تحفه تحفه تحفه. الشربات، بس انا حطيت لها قبل ما اعملها، قبل ما اقطعها، بس احط لها كمان معلقتين عشان تتشرب بس، لان انا ما بحبش الشربات كتير في الكنافه. متنسوناش باللايك والشير واشتراك في القناه. اللي عندها حته كنافه تقوم تعملها، سهله وبسيطه، وعلى ايه، على البوتاجاز من فوق، مفيهاش اي حاجه خالص. هندوق بقى كده معاكم بقى. سخنه ايه، فايده. الكريمه اهي، بس عايزه اقول لكم عسل، والله والله عسل.